شكرا شكرا. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. لغاية دلوقتي مفيش مشكلة خالص، لغاية دلوقتي. ها، حضراتكم بقى اخترتوا ايه؟ هنتكلم فيه النهارده؟ ما حدش بيرد ليه؟ أصلهم 4 موضوعات بس اللي ال 500 برنامج اللي موجودين على الساحة بيتكلموا فيها. يا سياسة، يا فن، يا رياضة، يا دين. يا إما بيتكلموا في كل دول في برنامج طبيخ. يلا يا جماعة اختاروا. هنزل لكم بقى. ها ها، هنختار ايه؟ حضرتك ايه؟ ايه؟ حضرتك تختاري ايه؟ حضرتك عندك ايه؟ يعني عندي مكرونه بالصوص الابيض حلو قوي. حضرتك شايفاني الشيف صبحي واقف اخدم؟ حضرتك ايه الموضوع اللي اخترته عشان نتكلم فيه؟ لا انا اصل عايزين نزيحها في الحلقه دي مش الاسبوع الجاي. على طول. ها؟ يعني حضرتك عايزني اختار؟ يا ريت. آه لا حضرتك بقى خليك في تحليل الاخبار اللي جايه. ها؟ حضرتك اخترتي ايه؟ مش عارفة، بس يعني أي حاجة تكون حلوة وتبسطنا يعني. الرقاصة داخلة حالا. ثانية واحدة أروح أجيب لك مشروب البنت المهذبة. أنا مش فاهم، للدرجة دي المسألة صعبة قوي عشان تختاروا موضوع الحلقة؟ أنا أديكوا فرصة تختاروا بنفسكم موضوع الحلقة. تعرفوش تختاروا؟ طب الحمد لله إن أنتوا اخترتوا إنكم تيجوا هنا بمزاجكم. لا يا استاذ صبحي، إيه؟ انا ما اخترتش اجي هنا بمزاجي. اهدي اهدي، انا فاهم. انت لقيتي اتوبيس بيحمل ركبتي فاكره رايحه المرج. ها؟ مجنونه. يعني انت ما اخترتيش برضو. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذي الفاضل، لو حضرتك عايز تختار عريس لبنتك، يا ترى انت اللي بتختار لها ولا بتسيبها هي اللي تختار؟ ايه اللي بيضحك في اللي انا بقوله؟ الحقيقة يعني أنا عشت السنين دي كلها ووصلت للسن ده ومعرفتش أختار عروسة لنفسي. اخترت تيجي هنا عشان تتجوز. ها؟ حضرتك انت اخترت تسريحة شعرك ولا الحلاق هو اللي اختارها لك؟ انا ما اخترتش، انا ده شغل ربنا. حضرتك اخترتي لبسك من اول محل بتخشي تختاري منه ولا بتقعدي تلفي على المحلات كلها وترجعي لنفس المحل وبعدين في الاخر ما تشتريش؟ لا كده. تعملي كده حقيقي. فعلا كل انسان مسؤول عن اختياره. انا افتكرت حاجه دلوقتي، واحده اعرفها صديقه يعني، سافرت الهند، طبعا واخده على الفصال هنا في مصر، وهي ما بتعرفش تختار، فخشت محل، قالت له وريني الشنطه دي على نعي كده انما، جاب لها الشنطه، قالت له لا في الوان تانية، قال لها في، ودخل المخزن وجاب لها شنط كتير قوي، فقعدت تفكر مش عارفه تختار، فقامت نقت اللون اللي مش موجود، قالت له ما عندكش كحلي؟ الراجل بص لها فهمها فجاب لها شنطه كحلي، لا اهي، قالت له لا اللون حلو، طب ما فيش موديل تاني؟ عنا هي كنا هنا لا لا استكنا هنا عنا الراجل ابتدى يتنرفز، دخل وجاب لها موديلات تانية 20 شنطه،
قالت له طب انا عايزه مرايه بس عشان اشوف الشنطه مع اللبس. راح جر لها بانوه مرايه هي مسكت الشنطه تبص فيها لبس. فإن هيك لما هرنا ربنا يصبرنا معناها. المهم في الاخر قالت له هي الشنطه بكام؟ قال لها ب $100. قالت له مش مهم مش مهم. طيب هات لي بقى الصفرة الاولانيه اللي كنت جايبها لي. فجاب لها الصفرة. قالت له تنفع ب $10؟ اصلها مش عارفه تختار فحبت تطفش. فهو بص لها وفهمها. قال لها ماشي ب $10. قالت له طب هعدي عليك بقى بعد كده ان شاء الله. طبعا هي جريت وهو جري وراها. كل انسان مسؤول عن اختياره. انا بفتكر كمان اول ما بدات المهنه دي فعلا افتكرت اختيار قاسي. كان اول مسرحيه اعملها انتهى الدرس يا غبي. كان اول مره اسافر بره مصر. ورحنا نعرض 8 حفلات في تونس. والراجل المنتج راح عشان الروايه ما كانتش شغاله كويس لان انا مش معروف ولسه الناس ما اقبلتش على المسرحيه. فقال لك اعمل 8 حفلات في تونس اكسب. رحنا قبل الحفلات ب3 ايام عشان نشوف المسرح ونعمل بروفات. فوجئت بيه بيصحيني الصبح ويخبط على الباب. قال لي قوم يا اخ محمد. قلت له ايه يا استاذ مصطفى؟ قال لي قوم انا اتدمرت. قلت له خير؟ قال لي الفرقه طلعه نازله في الاسانسير على السلالم كله ماسك تفاح وعمال ياكل تفاح. انا هيتخرب بيتي وكل ده هيتضاف على الحساب وانا اللي هدفعه من جيبي. قلت له طب معلش طب ايه ده يا استاذ؟ قال لي يا كده يا اما هلغي الحفلات ونرجع مصر. قلت له طب بالراحه بس انا اخش الاستاذ محمود المليجي ولا الاستاذ توفيق الدقن ولا الممثلين واقول لهم ما تاكلوش تفاح عشان دي غرامه على المنتج يعني منظرها. قال لي ماليش دعوه. قلت له ما انت قدامك خيار يا تخسر الممثلين يا تخسر شويه فلوس. قال لي اخسر الممثلين. قلت له انا مكسوف اكلمهم. قال لي انا اخترت لهم ياكلوا برتقان يا راجل ياكلوا برتقان اي كميات انما تفاح غالي. عملت اجتماع للفرقه وكلمت الفنانين قلت لهم معلش عشان الاستاذ مصطفى ما يدفعش حاجه من جيبه ودي غرامه كبيره والراجل بيعوض خساير وكده فارجوكم كلوا برتقان. انا ما كملتش الكلمه. طول ال10 ايام اللي قضيناهم هناك في الطلعه برتقان نازلين برتقان في الغدا برتقان وعشاء برتقان وكل واحد واخد معاه المسرح برتقان. وابص على مصطفى ده فرحان كويس ماله البرتقان فاكهه. خلصنا الحفلات وهو نزل يحاسب واحنا ننزل الشنط لقيته واقف على البنك هيتدمر. قلت له في ايه يا استاذ مصطفى؟ قال لي انا اتدمرت يا بابا. قلت له ليه يا استاذ مصطفى في ايه؟ قال لي طلع البرتقان اغلى من التفاح. قلت له ما انت اللي اخترت. قال لي الكارثه اللي تفقع. قلت له ايه؟ قال لي طلع برتقان مستورد من مصر. ده اختياره. لا تجبر الانسان ولا تخيره. يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهارده بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكره هيشتهي يغيره. وعجبني. طبعا عارفين ان دي كلمات الشاعر الراحل العظيم صلاح جاهين. هل الانسان فعلا ليه حق الاختيار ولا هو مجبر على اختياره؟ الانسان بيتولد بدين ما اختاروش ووطن ما اختاروش وعقيده ما اختارهاش ومع ذلك يفضل طول عمره بيدافع عنهم بايمان. وبيعيش البني ادم في طفولته اللي هو ما اختارهاش. بنزرع فيه انه لما يكبر يبقى شبه حد تاني وبيكبر وبيتعلم تعليم ما اختارهوش. ولما يشتغل بعد كده ما كانش ليه حق يختار شغلانه بيحبها على قد ما يوافق على شغلانه جابتها له الواسطه. حتى اختيار البني ادم لشريك حياته ما بيبقاش اختيار حر 100%. تقريبا ما بيبقاش عشان بيحب. اختياره ليها لانه كويس ابن حلال يعني وعشان لو سابه في حد تاني هياخده منه.
فخسارة يسيبه لأنه لقطة. اختيار قائم على الخوف عشان خايف اللي ما يلاقيش حد زيه، مع إن كان ممكن جدا يلاقي اللي أحسن منه. لحد ما بقى في حياتنا 3: حد حبيناه، وحد حبنا، وحد تالت خالص اتجوزناه. حتى لما يتجوز ما بيختارش الوقت اللي هو عايز يتجوز فيه. حتى اختيارات البني آدم لحاجات اشتراها بكامل حريته ما كانش اختياره قوي. اشتراها عشان هي الفترة محدودة، أو عليها عرض، أو قبل نفاذ الكمية. اشتراها يمكن لما بقى معاه فلوس وخايف تتصرف وتخلص. لا، عايز أسأله، هل إحنا فعلا مخيرين؟ فاكرين في الامتحانات كان في سؤال كده مشهور وعارفينه كلنا، اختار ما بين الأقواس. أنت هتختار فعلا، بس هتختار حاجة من اللي موجودة بين الأقواس. عمرك ما هتبتكر. اتربيت على إنك تختار اللي جوه القوسين. هتبتكر إزاي؟ حتى في حياتنا لما يفتح محل كشري في شارع ويبقى عليه الناس بالضرب ويشتغل كويس قوي، على طول تلاقي على طول في 10 محلات كشري جنبيه. طب غير، طب اعمل تكامل. افتح محل عصير قصب عشان اللي ياكل كشري يطلع يشرب من عندك عصير قصب يهضم. افتح صيدلية عشان بعد العك ده كله تشتري فوارة عشان تهضم. احنا ما عندناش شجاعة اننا نختار من دماغنا من خارج الأقواس، شجاعة اننا نخرج من القوس. كمان من ضمن مهاراتنا في الاختيار، لو بتعرف تجيب اجوان حلوة نختارك رئيس نادي اوتوماتيك. لواء متقاعد يبقى نختارك رئيس اتحاد ملاك عمارة. لو مالكش شغلانة خالص ممكن تشتغل في الإعلام. أنا مرة رحت الغردقة في أجازة قصيرة كده من كام سنة، واتصورت مع فوج ألماني. تقريبا قلت لهم حاجة بسطتهم عشان الصور كانوا بيضحكوا فيها قوي. الصور دي اتنشرت في النت وعلى الفيسبوك، اتعملت حملات كتيرة قوي نطالب محمد صبحي وزيرا للسياحة. مرة تانية كان عندي مشكلة في فاتورة الكهرباء، رحت وزارة الكهرباء عشان أحلها، صوروني وأنا ماسك الفاتورة. طالبوا إن محمد صبحي هو وزير كهرباء. حمدت ربنا، قلت الحمد لله ما تصورتش قدام قصر الاتحادية. كل ده كوم، واختياراتنا لانتخابات مجلس الشعب كوم تاني. في منا اللي اختار انه ما يختارش، وفي منا مش عارف يختار على اي اساس، شعارات ولا العبوات ولا العائلات. ولان اختيار صعب. كلنا بنحب طفولتنا عشان ما كانش فيها مسؤولية اختيار. امك هي اللي كانت بتختار لك كل حاجة، لبسك، صحابك، اكلك، تعليمك، مدرسينك، حتى تسريحة شعرك. كنا مبسوطين وقتها ان في حد شايل مسؤولية الاختيار. فلما يطلع الاختيار حلو احنا مبسوطين، ولما يطلع وحش نلومه ونعاتبه ونتخانق معاه ونحمله مسؤولية غلطنا. وبقينا تعساء لما كبرنا عشان نتيجة اختياراتنا احنا بس اللي بقينا نتحملها، والشماعة اللي كنا بنعلق عليها خيبتنا اتكسرت. في مشكلة كبيرة. لازم نعترف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة. لو الوطن جسم قوي وفي مفصلة صغيرة كده ضعيفة، الوطن توصيفه ساعتها هيبقى ضعيف، واحنا ضعفنا في اختيارنا. يا ترى احنا بنختار ازاي؟ السنين اللي فاتت دي كنا بنختار ازاي وليه وامتى؟ هل احنا مقتنعين بان قدامنا اختيار مر وبنختار اللي امر منه، ولا قدامنا خيارين كلاهما مر وبنسيب غيرنا
يختار لنا اللي أمر منهما. أنا عن نفسي هسيبكم تحتاروا، هل في مشكلة ولا مفيش مشكلة خالص؟